في سؤال تاني بيسأل انواع الدايت زي الكيتو والاتكن والانواع التانية ومدى جدواها. يعني احنا بنتكلم عن الكيتو مثلا او اللو كارب، انواع اللو كارب بشكل عام. اللو كارب فكرته ان انا بقلل كمية الكربوهيدرات اللي انا بدخلها، فبالتالي مش هعمل عملية استفزاز للانسولين وتحفيز لافراز الانسولين، فبالتالي مش هخزن او هقلل قابلية تخزين الدهون. دي فكرة عمل الكيتو دايت. طب دي انسب لمين؟ للناس اللي عندها مقاومة في الانسولين. يعني انا اصلا الانسولين عندي مش شغال كويس، فالافضل ان انا ما اديلوش كارب عشان ما استفزش الانسولين، فالانسولين ما يعرفش كده كده يطلع، فبالتالي هيبدا يحصل تراكم اكتر لكميه الكربوهيدرات وكميه السكر اللي انا باكلها، لان هي مش هتعرف تتحرق لان الانسولين مش شغال، فهتبدا يحصل لها تحول الى الدهون. تمام؟ فبالتالي يبقى افضل دايت للناس اللي عندها مقاومه انسولين الكيتو او اللو كارب او الاتكنز او الانواع بتاعه اللو كارب دايتس. لان اللو كارب دايتس دي عباره عن حاجات ان انا بقطع الكارب او باخد كميات قليله جدا من الكارب، وبتبقى كارب مش فيه سكريات او حلويات او كربوهيدرات صريحه. انا باخد كربوهيدرات عن طريق شويه خضار او شويه فاكهه، انواع معينه من الفاكهه، او بعض اللو كارب مثلا باخد هول جرينز او حبوب كامله، فما باخدش انواع الكارب البسيط او باخدش انواع الحلويات. ده بالنسبه لللو كارب دايتس والكيتو. طب لو انا جاي اتكلم عن مثلا حاجه زي الصيام المتقطع، الصيام المتقطع فكرته ان انا هقعد حوالي 16 ساعه مش هاكل اي حاجه، هو هبدا اخد مشروبات بس، سواء ميه او ينسون، نعناع، قرفه، مش عارف، قهوه، شاي، بعض المشروبات فقط من غير ولا سكر ولا لبن. ليه؟ برضه هقطع كارب لفتره طويله زي الكيتو، بس بدل ما انا بقطع كارب خالص انا بقطع كارب لمده 16 ساعه. وبرده حتى لما باخد كارب ما باخدش كارب صريح او ما باخدش كارب سكريات كتيره، لكن ممكن اخد نسبه كارب متوسطه. يعني ممكن اوصل ل 40 او 50% من الكالوريز بتاعتي از كارب، بس في شكل كارب صحي. لكن الكيتو واللو كارب ممكن توصل ل 20 او 5% فقط. في بعض الحالات زي الكيتو بيوصل ل 5% فقط من الكالوريز في شكل كارب. فبالتالي احنا عايزين نقول ان ممكن لو انا عايز استخدم نظام الصيام المتقطع هيبقى انسب واخف شويه واقل ضررا من الكيتو، لان الصيام المتقطع يعتبر هيديك بنفيتس او مزايا قريبه جدا من الكيتو، مع ان هو يعتبر متوسط. يعني مش هيبقى فيه سيفيريتي قوي، بس على شرط ان انا اخد السعرات الحراريه اللي انا محتاجها اثناء فتره الفطار، اللي هم ال8 ساعات اللي انا بفطر فيهم، هاخد فيهم الكالوريز بتاعتي. يعني انا محتاج مثلا 2000 كالوري، هبدا اخد 1500 سعر حراري عشان اخس، فقللت الكالوريز بتاعتي، فلازم اخد في خلال ال8 ساعات دول 1500 كالوري. يعني ليه؟ لان في بعض الناس بتتطرف توصل لوجبه واحده في اليوم او وجبتين، فالكالوريز بتاعتها بتقل، فبيبدا يحصل لها مشاكل صحيه. فاللي احنا عايزين نوصل له في الاخر ان مفيش دايت افضل دايت للناس كلها، لازم كل واحد على حسب الحاله بتاعته، على حسب المواعيد بتاعته، على حسب الاكتيفيتي ليفل بتاعه، على حسب الحاله الصحيه بتاعته، ابدا احدد الدايت المناسب ليه، وعلى حسب مواعيده كمان بتاعه الاكل. يعني ما ينفعش واحد بيصحى مثلا من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 1 2 بالليل عشان شغل زي معظم الدكاتره، فبالتالي ما ينفعش حد زي ده اديله صيام متقطع، اديله اكل 8 ساعات، لان عدد ساعات نشاطه ووقته طويل جدا، فاديله صيام متقطع هيجوع جدا الصبح قوي، بالليل قوي هيبقى بياكل 8 ساعات في نص اليوم، فده هيبقى قليل عليه جدا. فبالتالي هيبقى الافضل ليه فريكوينت ميلز مثلا او وجبات متتابعه، اللي هو الكالوريك دايت. في دايت تاني اللي اسمه دايت الفيجيتيريان او الدايت النباتي، ده برضو كان طالع ترند فتره حوالي من 5 سنين. الدايت النباتي مفيد جدا، بس للاسف هو بيحصل فيه نقص من البروتينز وحاجات زي الحديد والزنك والاوميجا 3 والكبر، يعني بعض العناصر الغذائيه الفيتامينات والمعادن اللي موجوده اصلا في الحيوانات او موجوده في المنتجات الحيوانيه دي هيحصل منها نقص، فبالتالي ممكن اعوضها في شكل فيتامينز. لكن هيحصل مشكله كبيره جدا مع الرياضيين اللي محتاجين يعملوا بناء للكتله العضليه، هيبقى في صعوبه جدا لبناء الكتله العضليه ومع اتباع الدايت الفيجيتيري.